ما نقول جوج الناس صاري وما أدراك ما الصاري، وبنتي العزيزة الغالية دالة سعاد أمزيان، المرأة الطيبة الخلوقة اللي شاركت في المسيرة عندها 12 سنة، وهذه المرأة هذه كتحب كاع الناس، الله يحفظ لها صحتها. Sorry. السلام عليكم. هذا طرف لي كبير كنت نحضر مع الشريف ومع الحاج مازن. أول مرة تزوجت، أول راجل عرفته وهو عنده علاقة مع الزوج ديالي هو الحاج مازن. ومن ذاك العهد تبارك الله راه شحال من عام ورحنا باقي هو الاب ديالنا والاخ ديالنا، لا هو ولا واحد كبير بزاف والله سبحانه وهو بشري بزاف. اول كلمه كندوز معاه مره في الاسبوع كنقول له بغيت تقطع لحد ما بقينا تعرفوا ملي كنعيطوا له ضروري نلقاو اما مريض اما عيان ولا في الرياضه في التيران. كنتمنى لهم ان شاء الله يحفظها بشي ذنب وكنتمنى لهم الصحه والعافيه وطول العمر، ومعرض المنبر كنوعدهم بان التكريم ان شاء الله ديال بو الشريف والحاج مازن عندي بمدينه بن سليمان ان شاء الله. واحد الكلمة بغيت نقولها لاله سعاد أمزيان، غادي تكون شي 11 سنة أو 12 سنة، أول هدية ديت لها القرآن الكريم ومن 12 سنة، والله يطول لها عمرها ويحفظ لها سي صالح والراجل الطيب الخلوق. جا الوليد هذا ما كنسميه واحد الاسم ولا عارف، راجل نقي، باش نقول نقي ولا عارف. صاري عرض علينا المسلمان رجعت الدار وجينا طيبات لنا واحد الطبخ باقي الان لذته في لساني الطبخ تاع الجواري. كلمه مختصره، انا لي شرف نكون مع الجيل الماضي. انا حتى انا باقي صغير كنت مع الناس كبار، راه دائما كنقولوا بيدات ريحوا مع الناس الكبار باش عقلك يكون دائما كبير. عندنا واحد الولاد الادب رياضي راه كيعرفوا بو الشريف كيعرفوا الحاج، دائما دايرين لي قناه كنرجعوا الماضي. الا ما رجعناش في الماضي ما نشوفوش الحاضر ما نشوفوش المستقبل، لان دور الوالدين دائما يوجهوا الوليدات ديالهم ويروحوا مع اجيال الماضي، لان هما كما كانوش هما ما نكونوش حنا. والله يطول من عمركم، تحياتي لكم.